السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. مرحبا بكم أيضا على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الوصفة ديال اليوم بإذن الله لاير كيك من الألف إلى الياء. غادي نتبعوا معايا المراحل من الأول حتى الأخير، من لا جينواز حتى التزيين إن شاء الله. غنحضروا معكم بواحد الطبقات اللي هما جدادين بزاف، طبقة مقرمشة اللي سهلة وغير مكلفة، والكريمه والكاناجمونطي، يعني كاع المراحل تبعوا معايا باش ان شاء الله ينجح معكم. حتى بالنسبه اللي غيجربوا اول مره غادي ينجح معهم ان شاء الله. تبعوا معايا المراحل من الاول حتى الاخير باش ينجح معكم. غنخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج للتحضير ديال الكيك ديالي، كنحتاج 6 ديال البيضات بدرجه حراره الغرفه، يعني كتحيدوهم من الثلاجه واحد المده عاد كتخدموا بهم. 170 غرام ديال الدقيق الابيض فورس اللي مغربل من قبل، و160 غرام ديال السكر خشن، سكر سنيده ما يعادل كأس عنبه، و30 غرام ديال الكاكاو مر يكون نوعيه جيده باش يعطيكم واحد المذاق زوين في الكيك، والفاني السائل او الفاني بودر يعني اللي متوفر عندكم خدموه. كناخذ البول ديال العجانه وكنفرغ فيه 6 ديال البيضات والسكر الخشن، وتنبدا كنضرب في هذا البيض مزيان حتى كيولي واحد الخليط اللي هو كريمي. وفي هذا الاثناء غادي ناخذ الدقيق والكاكاو والخميره الكيميائيه، غادي نغربلهم وغنوجدهم نخليهم على جنب باش يكونوا واجدين عندي. قد ما غربلنا الطحين والكاكاو كيزيد داك الهواء كيدخل، يعني كميه كثيره ديال الهواء باش كتجينا لاجينواز مفشفشه من الداخل وهشيشه. صافي الخميره كيميائيه 11 غرام، ما ذكرتهاش في الاول سمحوا لي. 11 غرام خميره كيميائيه. كيف ما تشوفوا الخليط ولا على هذا الشكل. انا غادي نضيف الفاني السائل كيف ما تشوفوا معايا، تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال الفاني السائل، وغنخلي هذا الخليط يزيد يندمج مزيان مع الفاني. صافي ونخليه، المهم كيولي القوام ديالو كريمي. بالنسبه للمول اللي غادي ندير فيه هذا الكيك، نطيب فيه هذا الكيك عريض بزاف، 26 سنتيم القطر ديالو. لا جينواز ما غتجينيش طالعه بزاف، يعني اضطريت انني ندير جوج ديال الكيكات، يعني جوج ديال الجينواز باش يلاه يجيني اللاير كيك عالي. تقدروا نتوما ديروا غير كيكه وحده، الا بغيتوه ما يجيكمش عالي بزاف ماشي مشكل، وكديروا الطريقه ديال التزيين ديال اللاير كيك واخا ما يجيش عالي. المهم انايا وضحت لكم شنو كاين، ما عنديش مول صغر من هذا. المول عندي فيه 26 سنتيم، تقدروا ديروا نتوما مول ديال 18 ولا 16 سنتيم، غادي تجيكم لا جينواز عاليه، وما تحتاجوش انكم ديروا جوج ديال لي جينواز. كيف ما كتشوفوا معايا انا فرغت النواشف، كنفرغ فيهم بالتدريج على دفعات، وكنحرك على هذا الشكل الدقيق والكاكاو والخميره الكيميائيه اللي غربلت، وكنبدا نضيف فيهم بالتدريج، وكنبدا كنحرك. انا استعنت بالطراب اليدوي حسن من سباتول، كيساعدنا اننا من نحاولوا ان ما يبقى حتى شي حبيبات ولا شي حاجه ديال النواشف تحت الخليط. وكنبقى مستمره على هذا الشكل غير بشويه علينا باش نبقاو محافظين على داك الهواء اللي طلعنا، اللي الهواء اللي كاين في البيض، باش تجينا لا جينواز خفيفه ومفشوشه من الداخل وما تجيناش مدقصه. المهم كنبقى مستمره على هذا الشكل كيف ما تشوفوا معايا. والخليط راه كيبدا يتقال. هاد المقادير راها مضبوطه. بالنسبه للدقيق ولا الكاكاو يعني تيجي الخليط هو هذاك. هادشي اللي كاين. المهم غير تبعوا معايا المراحل وراه غادي ينجح معكم الكيك او الجينواز، غتنجح معكم 100% ان شاء الله. خديت المول ديالي، دهنته بالقليل من الزبده وفرشت فيه ورق الطهي في الوسط وحتى في الجوانب، وغنديرو يطيب. ندير الجينواز ديالي طيب واحد المده ديال نصف ساعه. الفران راه مسخن على درجه حراره 170، وغنخليه يطيب نصف ساعه ونطل. الا كان باقي خاصو الطياب غادي نزيدو واحد ربع ساعه اخرى صافي ونخرجو. دائما كيبقى على حسب نوعيه ديال كل فرن. ندوز باش غاديه نحضر الكاناج مونطي اللي غاديه نمونطي به الكيكه ديالي. اللي غنحتاج ليه 150 مليلتر ديال الكريمه السائله اللي غادي نديرها فوق النار حتى كطلع فيها الغليه، و250 غرام ديال الشوكولاته البيضاء والسوداء، يعني انا درت مزيج 125 غرام من كل نوع. تقدروا ديروا 250 غرام ديال الشوكولاته بالحليب حتى هي كتجي زوينه. بالنسبه للشوكولاته ضروري خصها تكون نوعيه جيده باش يجيكم الكيك فيه واحد المذاق زوين وعاطي المذاق ديال الشوكولاته فيه. الشوكولاته حاولت انني نقطعو باش يسهل عليا انه يذوب بسهوله كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه للكريمه فرغتها وخليتها واحد المده تقريبا ديال 2 ديال الدقائق، عاد بديت كنحرك خليتها هكاك هي والشوكولاط ماشي كتحركوا في البلاصه.
صافي تيولي لامع على هذا الشكل. هنايا خديت كريمه سائله 150 ملي كيف ما شفتوا معايا، وغاديه نعاود نخلط هذا الشيء مزيان. هذه الكريمه بارده ماشي سخونه، كيف ما شفتوا معايا درت 150 ملي ديال الكريمه سخونه و150 ملي ديال الكريمه البارده. هذا هو السر اللي تيخلي الكاناج ديالنا تيجي زوين وناجح ان شاء الله. وكناخذوا البلاستيك الغذائي وكنحاولوا نغطيو الكاناج ديالنا، يكون داك البلاستيك ملامس لسطح الكاناج. كيف ما تشوفوا غنخليوه في الثلاجه ليله كامله باش ينجح معنا. الكاناج كيبرد على خاطرو، والغد ليه عاد نطلعوه بالباطو عادي. بالنسبه للجينواز راني خرجتها من الفرن وحاولت انني نغطيها بالبلاستيك الغذائي مزيان، ما نخليش الهواء يدخل ليها نهائيا ديال الثلاجه كيف ما تشوفوا. والجينواز الاخرى حتى هي كنت محضرتها من قبل، يعني جوج ديال لي جينواز كيف ما ذكرت معكم في الاول. وهنايا بالنسبه للكاناج راه دازت ليله كامله، يعني النهار الثاني بديت كنطلع فيه بالباطو حتى ولا على هذا الشكل. الكريمه ولات واقفه كيف ما تشوفوا معايا. كاناج ناجح 100%. كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا 250 غرام ديال شوكولا غيش سوداء عاديه، او 250 غرام ديال شوكولاته بالحليب، ولا كما درت انايا. المهم كتختاروا نتوما اللي بغيتو. وهنايا في هذه المرحله غنحضر الشونتيي اللي غادي ندير في الحشوه ديال الكيك، اللي غنحتاج ليها الماسكاربون تقريبا واحد 200 غرام ديال الماسكاربون. تقدروا ديروا اي جبن كريمي متوفر عندكم. وضفت لي 2 ديال الملاعق كبيره ديال السكر كلاصي او سكر بودره صافي. وغادي نبدا هكايا كنضرب فيه حتى كيندمج ليا حتى كتولي كريمه كيف ما شفتوا. في هذه الاثناء غادي نضيف 100 غرام ديال الكريمه السائله، وغادي نبقى نضرب هكا بالباطو حتى كتوقف ليا الكريمه وكتولي عاقده وشاده راسها. الكريمه كتولي على هذا الشكل كيف ما شفتوا، شاده راسها كتجي زوينه، ما تتخسر ما حتى شي حاجه، كيبقى الشكل ديالها هو واقفه، ما تتسيح ما والو. بالنسبه لي جينواز اللي حضرت من قبل كيف ما شفتوا معايا راه نتوما بيتهم ليله كامله في الثلاجه. وغادي ناخذ كل جينواز نقسمها الى نصفين بالخيط كيف ما شفتوا معايا. تقدروا تقطعوها بالسكين مسنن، المهم اللي سهل عليكم. صافي خديت داك المول اللي طيبت فيه نيت الجينواز، درت فيه بلاستيك الغذائي وبديت هكايا نحط في الجينواز ديالي وكنسقيها بالحليب مزيان حتى كتشرب داك الحليب. وخديت الكاناج درتو في بوش وكنوزعو بهذه الطريقه. وبالنسبه للشونتيي اللي حضرت معكم بالماسكاربون اللي تتجي بنينه بزاف، كنديرها هكا في الوسط وكنحاول نوزعها بهذا الشكل صافي. وغادي نبقى متبعه هذه الطريقه حتى غادي نسالي هاد الطبقات كلهم اللي عندي. بالنسبه للطبقه المقرمشه خديت كيندر بوينو في التتو هكا. تقدروا ديروا اي حاجه مقرمشه كتفضلوها، المهم انا خديت السهله هي اللي درت وصافي. صافي وكنحط طبقه اخرى وكنسقي بالحليب مزيان كيف ما تشوفوا حتى كتشرب ليا داك الحليب باش كتجي هشيشه وما تجيناش ناشفه. وكناخذ الكاناج اللي كنت كيف ما قلت لكم دايره في البوش اللي كيساعد بزاف في الخدمه. كيجينا داك الكريم يعني متساوي. وكناخذ الكريمه اللي حضرت ديال شونتي بالجبن كنديرها في الوسط كيف ما في الاول، وكنبقى مستمره بنفس التقنيه حتى غادي نسالي هاد الكميه اللي عندي ديال الطبقات كلهم. وكناخذ كيندر بوينو اللي فتت من قبل وكنديرو كطبقه مقرمشه، وكندير لا جينواز وكندير ثاني كنسقيها مزيان وكنعاود ندير كريمه. وكتبقى ليا الجينواز الاخيره اللي سقيتها مزيان كنحطها هي الاخيره وكنغطي بالبلاستيك الغذائي ونديرها في الثلاجه ليله كامله حتى كتقبط راسها. كنغطي عليها ما تنخليش البرد ديال الثلاجه يدخل ليها نهائيا. هنا ملي دازت ليله كامله غادي نحيد عليها البلاستيك الغذائي من بعد ما قبطات راسها مزيان وتسهل عليا في يعني في التزيين. وحتى ملي كنبدا نغطي فيها بالكريمه ما كتبقى لا تميل لا والو، كتساعدني في الخدمه مزيان. وبديت كنغطي في الكيك ديالي من الجوانب بالكاناج اللي حضرت معكم اللي كيجي زوين بزاف عاقد شاد راسو وكنخدموه بكل سهوله. كنحاول انني نغطي الكيك ديالي مزيان من الجوانب وما يبانو فيه حتى شي عيوب. الا بانت لنا هكا شي بلاصه ما مغطياش بالكريمه نحاولوا نغطيوها ونقادوا الكيك ديالنا مزيان، وحتى الفوق ديالو يبان واحد الطبقه اللي هي ليس او طبقه ملسه ويبان الشكل ديالو مزيان بالاستعانه بهاد السباتول كيف ما تشوفوا معايا. وبالنسبه لداك الصحن الدوار كيساعد بزاف في الخدمه. صافي هنا خديت الكاناج اللي بديت كندير به هكا دميعات كيف ما تشوفوا معايا. هاد الكاناج خديت 60 غرام ديال الكريمه السائله و60 غرام ديال الشوكولاته السوداء، شوكولا غيش من طبيعه الحال، يعني شوكولا نوعيه جيده. وبديت كندير هكا هاد الدميعات كيجيو زوينين، يعني كديروا قد الكريمه قد الشوكولاط صافي. وهذا هو الشكل كيجي واحد المنظر اللي هو زوين.
كنحاول اني ندور مع الكيك كامل بهاد الدميعات هادو. داك الكاناج اللي بقى لينا تنفرغوه في السطح ديال الكيك وكنحاول نوزعوه في الجوانب كامله صافي. وانا هنايا ساليت هاد المرحله، غيبقى ليا دابا غير المرحله ديال التزيين. خديت واحد شويه ديال الكاناج اللي خليت من داك الكاناج اللي كنت حضرت معكم وطلعت منه شويه، خليت واحد شويه خليته هكاك باش مني نديرو في البوش كيبقاو دوك الوريدات باينين. ما طلعتوش، خليته غير الشوكولاط والكريمه بلا ما درتو بالباطو. المهم درتو على شكل وريدات كيف ما شفتو معايا، دورته بالكيك بهذا الشكل صافي. ودابا غادي ناخذ الشوكولاته اللي غادي نزين بها. بالنسبه للانواع ديال الشوكولاته اللي غادي نزين بها على حسب اللي متوفر عند كل واحد، انا غادي نزين بكيندر بوينو ميني داك الصغيور، وكيندر بوينو داك اللي كبير شويه، والكويرات ديال كيت كات. وبديت كنحط كل كويره وسط ديك الوريده اللي درت بالكاناج كيف ما شفتوا معايا صافي. وكنبدا نحط داك الشوكولاته عشوائيا. كيف ما كتعرفوا اللاير كيك كيكون التزيين ديالو بهذا الشكل، كيكون داكشي عشوائي في التزيين وكيبان زوين، وخصوصا الوليدات الصغار تيعجبهم هذا الشيء ديال الشوكولاته. المهم انا زينت على حسب داكشي اللي تخيلته في راسي راه كنحطو صافي. وانتوما كيبقى على حسب نتوما كيفاش كتخيلوا تزينوا الكيك ديالكم. خديت هنا هذا البسكويت ديال لوتيس، بديت كنحط فيها هكا من الجوانب. كيبقى على حسب رغبتكم نتوما، تقدروا ديروا اوريو حتى هو كيجي زوين في التزيين في الجوانب. المهم هذا هو اللاير كيك ديالنا، حضرته معكم بطريقتي الخاصه وعلى حساب داكشي اللي تخيلت انايا في التزيين راني درته. كنتمنى من كل قلبي ان تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوا هذا الكيك. بالنسبه لهذا الكيك هز ليا تقريبا ديال المقادير شي 30 اورو. المهم المقادير ديالو تكون شويه مكلفه لانه فيه شوكولا غيش، فيه الشوكولا ديال كيندر بوينو تكون شويه طالعه في الثمن. المهم الا بغيتو تخدموا بالشوكولاته رخيصه وداك الشيء راه تيجي مزيان، ولكن المذاق ما تيكونش بنين الصراحه، كيكون واحد النقص في البنه ديال الكيك ديالكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاهل والمعارف ديالكم باش تعم الفائده، وكنشكركم على المتابعه. الى اللقاء والى فيديو اخر باذن الله.